ممكن اقدر اتخلص من شخص بيراقبني 24 ساعة، بيراقب كل تحركاتي لحد ما خلاص الموضوع بقى مستفز جدا وما بقيتش طايقة. بس في مشكلة بسيطة قوي، وهو ان الشخص ده اصلا ميت. بنت بتحكي قصتها بتقول ان هي كانت متجوزة، وهي وجوزها ده كانوا عايشين احلى قصة حب ممكن اي حد يتخيلها. كانوا بيحبوا بعض جدا، كانوا اللي هو الكابل المثالي، بيرفكت في كل حاجة، وحياتها كانت ماشية زي الفل. لحد ما في يوم من الايام للأسف جوزها عمل حادثة ومات، نتيجة ان في شخص كان شارب وخبط فيه. وللأسف جوزها مات في العربية من قبل ما حتى الإسعاف تيجي تلحق تخرجه. وطبعا كان بالنسبة لها ده حاجة مأساوية جدا، خاصة ان هي ما كانش ليها صحاب، مش قريبة من اهلها، ما عندهاش اي حد، يعني كانت حياتها متمحورة كلها حوالين جوزها 24 ساعة مع جوزها. فعشان كده لما جوزها مات ساب فراغ كبير جدا 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 في حياتها، ما بقتش قادرة تتعامل، مش عارفة تتعامل ازاي، تتأقلم، بقت وحيدة جدا، ما عندهاش حد يقدر يخرجها من اللي هي فيه. وطبعا عشان تخرج من حاجة زي كده كانت يعني موضوع مش سهل جدا، عايشت في فترة صعبة قوي لحد ما واخيرا قدرت ان هي تتجاوز حاجة زي كده. الموضوع طبعا ما قعدش يوم ولا 2، لا 4 سنين كاملين لحد ما قدرت تتجاوز ده لوحدها. والحمد لله تجاوزت ده، وكمان قابلت حب جديد، وهما الاتنين حبوا بعض، وكمان اتخطبت، يعني هي اتخطبت للمرة التانية او اتخطبت تاني يعني. وحياتها كانت تمام وزي الفل، لحد ما في يوم من الايام وهي قاعدة مع خطيبها جات لها مسج على الواتساب. فبتشوف ايه المسج ديت، طبعا اتخضت جدا وتعبت، وده ان المسج كانت مبعوثة من رقم جوزها القديم. المسج كانت عبارة عن نقطة نقطة. فاللي هو طبعا اول حاجة جت في بالها ان في شخص ما عندهوش دم هو اللي خد الموبايل بتاع جوزها وبعت لها رسائل بهدف ان هو يهفن او يتسلى او حاجه زي كده. فقعدت تشتم كتير قوي في سرها، وحاولت ان هي تتجاهل حاجه زي كده، ولكن الرسائل ديت فضلت مستمره، بقت لها زي نقطه، رسائل مش مفهومه. ودايما الرسائل ديت بتتبعت لها في الوقت اللي هي رايحه فيه تقابل خطيبها، راح تقابله او بتلبس وبتجهز عشان تنزل تقابله، بتتكلم مع خطيبها، دايما يتبعت لها النقط دي، زي ما يكون الشخص اللي بيبعت النقط دي بيراقبها. وفضلت في الفترة ديت يعني في الموال ده فترة طويلة، لحد ما خلاص اتخنقت وقررت ان هي تبلغ البوليس. هي فكرت تبلغ البوليس كذا مرة، وبعد كده هقول ايه للبوليس، يعني مفيش حاجة تتقال يعني. قررت خلاص وراحت للبوليس. بيحصل 1 2 3، وانا متأكدة ان الشخص ده بيراقبني، لان دايما النقط دي تتبعت لي في الاوقات اللي انا يا اما نازلة اقابل فيها خطيبي، او بجهز عشان اقابله، او بكلمه في الموبايل. فالبوليس طبعا قال لها احنا هنشوف، حاضر، يعني هنعمل الابحاث بتاعتنا وهنعرف مين بالظبط اللي بيبعتلك الرسائل دي. هنشوف الرقم ده بيبعتلك، يعني مين اللي بيبعتلك الرسائل دي، وبيبعتلك منين بالظبط، اللوكيشن، الموقع يعني، عشان نقدر نوصل للشخص ده. وما تقلقيش، روحي البيت، مفيش حاجه نقدر نعملها لك دلوقتي. وبالفعل روحت البيت وهي عارفه انه خلاص فاضل اسبوع على الذكرى السنويه لموت جوزها، وان هي دايما في الوقت ده هي بتبقى مكتئبه جدا، على الرغم ان هي تجاوزت، بس دايما في الذكرى السنويه هي بتبقى حياتها النفسيه مش كويسه. وروحت وفضلت قاعدة في البيت لحد ما جه اليوم اللي هو الذكرى السنوية بتاعت جوزها، ولقيت الموبايل بتاعها عمال يتبعت نقط كتير قوي في اليوم ده. طبعا الموضوع ده عصبها جدا، لان اكيد الشخص اللي بيبعت عارف ان النهارده الذكرى السنوية. فالموضوع كان مضايقها جدا، وكانت يعني فالموضوع ده كان مضايقها جدا، اللي هو انت شخص ما عندكش دم صحيح. بس ولوهلة كده ابتدت تفكر ان ممكن الشخص ده يكون جوزها، وانه بيحاول يتواصل معاها بطريقة يعني اللي هو ايه، بطريقة مش مفهومة، او بطريقة ما من العالم الاخر. دماغها ابتدت تلف في حاجة زي كده، خاصة ده كان اليوم الذكرى السنوية وهي بتبقى مكتئبة فيه قوي. فقعدت كده قدام الكرسي اللي جوزها دايما كان بيقعد عليه، وقعدت تتكلم معاه، ومسكت الموبايل الواتساب بتاعها الرسائل اللي بتتبعت لها، وقعدت تقول له انت وحشتني قوي، ان انا مفتقداك جدا، حاولت ان انا اتجاوزك او ان انا اعدي المرحله دي
ولكن انا بضحك على نفسي، انا ما زلت مش قادرة اتجاوز حاجة زي كده. وفضلت ماسكة الموبايل بتاعها وبتبص على الواتساب تشوفه هيكلمها ولا لا، ولكن لقيت ان هي لما بتكلمه بيتبعت لها نقط على الواتساب زي ما يكون بيرد عليها، بس دي طريقة كتابته او دي الطريقة اللي هو قادر يتواصل بيها معاه. من هنا بالفعل صدقت فكرة ان ده جوزها وبيحاول يتواصل معاها، وان ده مش شخص بيعمل فيها مقلب او شخص بيغلس عليها او حاجة. من هنا هي فرحت جدا جدا جدا، وبقت تتكلم كتير قوي مع الكرسي اللي هو جوزها كان دايما بيقعد عليها بيه. ابتدت كمان تتخيل جوزها وهو قاعد على الكرسي، كل ما بتتكلم معاه كل ما بيتبعت لها النقط ديت على الواتساب، لحد ما قعدت تعيط كتير قوي ودخلت في حالة نفسية وحشة جدا. ومن كتر ما حالتها النفسية بقت وحشة قوي راحت مسكت زي كوباية وراحت كسرتها على الارض، اللي هو هي خلاص اتضايقت او دخلت في انهيار عصبي كده. وبعد كده نزلت او توطي عشان تلم الازاز، فايديها اتعورت فنزلت دم كتير قوي، فكانت متضايقه جدا جدا جدا. لقيت في رساله جديده اتبعت لها على الواتساب، بس المره دي ايموجي كده اللي هو نقطتين وقوس كده، اللي هو ايموجي صوت ايموجي حد متضايق، اللي هو ايموجي حزين بس نقطتين وقوس. ودي كانت اول مره يتبعت لها حاجه غير النقط. فساعتها ابتدى عقلها يتجنن، مش قادر يستوعب، طب هو ده جوزي ولا شخص بيلعب معايا؟ بس لو شخص بيلعب معايا يبقى ده اكيد شخص بيراقبني، انا متراقبه، هو شايف الدم اللي بينزل وبعتلي الايموجي ده. من هنا هي كانت في حاله انهيار وحاله خوف وحاله حزن، في مشاعر كتير قوي حواليها. بس في نفس اللحظة دي وسط المشاعر الكتير قوي ده لقيت رسالة جديدة اتبعت لها على الواتساب، بس المرة دي كانت أول مرة يتبعت لها رسالة كتابة، وهي كلمة اهربي. فمن هنا ابتدت تترعب وتخاف، مع بعت لها كلمة اهربي ايه اللي بيحصل بالظبط. في نفس الوقت ده التليفون الأرضي بتاع شقتها رن، فبترد تشوف مين، لقيت البوليس اللي بيكلمها. البوليس بيكلمها وبيقول لها اهربي بسرعة من البيت بتاعك، احنا توصلنا للرقم الموبايل للشخص اللي بيبعتلك الرسائل ديت عشان نحدد موقعه بالظبط، واكتشفنا ان ده شخص عايش معاكي في البيت، اللوكيشن او الموقع جه من داخل البيت بتاعك، ده شخص عايش معاكي في نفس البيت، فاهربي بسرعة. في نفس الوقت ده هي جهزت نفسها تستعد بان هي تسيب البيت وتهرب، طبعا هي خافت جدا. فبمجرد ما قفلت التليفون وحاولت ان هي تهرب، حست بحاجة شديدة قوي جت ضربتها على دماغها، فطبعا هي فقدت التوازن وقعت في الارض. فبتحاول ان هي تفوق كده وتشوف مين اللي ضربها على دماغها، بتبص كده لقيت حماتها قدامها اللي هي مامة جوزها. حماتها هي اللي واقفة قدامها، وهي اللي نزلت فيها ضرب شديد جدا، كانت عايزة تموت. حماتها قعدت تضرب فيها، والبنت ما كانتش قادرة ان هي تقوم او تحاول ان هي تدافع عن نفسها، مش ملاحقة، حماتها نازلة فيها ضرب شديد قوي. وحماتها وهي عمالة تقول لها يا واطية قدرت ان انت تنسي ابني، وكمان اختي واتخطبتي لراجل تاني وعايشة حياتك يا واطية، عمالة تضرب فيها ضرب مبرح. في نفس الوقت ده كان البوليس جه، والبوليس اول ما جه وهجم عليهم، فطبعا قبض على الست او اللي هي حماتها. والبنت كانت خلاص بتتصفى دم، كان جسمها كله مليان دم من كمية الضرب اللي تعرضت لها. فهي حتى ما كانتش قادرة تدافع عن نفسها، كانت عمالة تقول لحماتها لا انا قعدت 4 سنين بحاول ان انا اتجاوز، انا اتخطبت بعد مرور 4 سنين، انتي بتقولي ايه؟ بس طبعا حماتها ما كانتش مديها فرصة، فاخدوا البنت وودوها المستشفى، وطبعا قبضوا على الحما. البنت بعد ما راحت المستشفى البوليس قال لها بان حماتك هي اللي عملت كل ده، اول ما انت اتخطبتي هي ما قدرتش تستوعب ان انت هتبقي مع حد تاني غير ابنها، اللي هو هي مش قادرة، هي رافضة فكرة زي دي، فقررت ان هي تلعب عليكي لعبة الرعب النفسي، وجابت الموبايل بتاع ابنها وكانت بتبعتلك النقط ديت كل ما انت تخرجي مع خطيبك، وكمان دخلت الشقة بتاعتك وعايشت معاكي وبقت تراقبك، كل ما تكلمي خطيبك تبعتلك النقط دي، كل ما تفكري انك تنزلي تقابليه تبعتلك النقط دي، علشان تخليكي تبعدي عن خطيبك وتعملك رعب
نفسي، ولما لقيت مفيش امل قررت ان هي تتخلص منك وتموتك، افضل لها من ان انت ترتبطي او تتجوزي حد تاني وتبقي مع حد تاني غير ابنها. بس الغريبة هنا البنت بتقول بداية كده هي ليه بعتت لي على الواتساب كلمة اهربي؟ لو هي عايزة تقتلني بتبعت لي ليه تحذرني قبليها؟ ساعتها البوليس سأل نفس السؤال ده للحما وهو بعد ما قبضوا عليها، اللي هو بدل انت كنت عايزه تتخلصي من مرات ابنك او اللي هي ارملته، ليه بعتلها كلمه اهربي الاول؟ فالحما استغربت جدا وقالت لا، انا ما بعتش حاجه زي كده، انا كنت ببعت لها نقط بس، انا ما بعتش الكلمه دي خالص. فالبوليس قال لصاحبة القصة هي ما بعتلكيش كلمة اهربي. فساعتها البنت ابتدى عقلها اللي هو ايه اللي بيحصل بالظبط، امال مين اللي بعتلي الكلمة دي؟ هل ممكن ان روح جوزها بالفعل كانت موجودة وحاولت ان هي تحذرها قبل ما حماتها تقتلها او قبل ما مامته تقتلها؟ تفتكروا انتوا ايه رأيكم؟ هل بالفعل كلمة اهربي ديت اتبعتت لها، ولا عقلها الباطل هو اللي هيأ لها ان الكلمة ديت اتبعتت لها اول ما حس بالخوف ومن الرعب عشان يلحق ينقذها؟ انتوا ايه رأيكم؟ القصة دي يا جماعة حقيقية، يعني مش قصة من تأليفي، لا دي قصة حقيقية. محمد عصمت الكاتب هو اللي كان منزلها، بس هو ترجمها، يعني هي ديت قصة حقيقية بس حصلت برا. واحدة ست هي اللي حكت قصتها وقالت هي لحد دلوقتي مش فاهمة كلمة اهربي ديت اتبعتت لها ازاي. يعني هل مين اللي بعت لها الكلمه دي؟ حماتها قالت مش انا اللي قلت حاجه زي كده، اكيد مش هقول لها كده وانا كنت ناويه اقتلها. فهي مش عارفه هل ده بالفعل روح جوزها كانت بالفعل موجوده في اللحظه دي وحاول ان هو ينقذها، ولا ده عقلها الباطل، ولا ايه اللي حصل لها بالظبط؟ انتوا ايه رايكم؟ وبس كده دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصة سواء من تأليفه او قصة حقيقية وعايز نحكيها على اليوتيوب يبعتها لي على الانستجرام. ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك لو حابين، يعني تفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان منزل قصة جديدة توصل لكم. بس كده، يلا باي.